عاجل شاهد ليو ميسي يهز العالم وينتصر للمغرب بعد فوزه بكأس العالم قطر، ولن تصدق ما فعله وما قاله عن المغرب. تفاجأت الجماهير العالمية قبل قليل بما فعله ليو ميسي بعد فوزه بكأس العالم قطر 2022، ولن تصدق ما قاله عن المغرب. جعل العالم يحترمه، وإليكم التفاصيل الكاملة. يذكر أن المنتخب المغربي تعرض لمجزرة تحكيمية كبيرة خلال مباراته ضد المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ما تسبب في إقصائه وحرمانه من الوصول النهائي. واستنكرت مجموعة من الصحف العالمية والمشاهير هذا الظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، فيما قال الكثير أنهم لا يريدون لمنتخب إفريقي أو عربي أو مسلم أن يصل للنهائي أو يفوز بكأس العالم، خصوصا بعد رفع المنتخب المغربي لعلم فلسطين في الملعب أمام أنظار كل العالم. ولكن ما فعله ليو ميسي من أجل المغرب قبل قليل بعد فوزه بكأس العالم قطر 2022 جعل العالم يحترم ميسي ويعرف من كان يستحق الكأس فعلا، حيث مباشرة بعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين رفع ليو ميسي علم المغرب ولوح به كرسالة منه للفيفا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب المغربي. وفي تصريحه قال: مع الأسف المغرب من كان يستحق الفوز بهذا الكأس، وقال: سوف أهدي هذا الكأس للمنتخب المغربي لأنه يستحق ذلك، وهذا ما أثار جدلا كبيرا وأفرح المغاربة.